السلام عليكم أعزائي المشاهدين. في هذا الفيديو سنتعرف على مستويات المنتخبات التي ستواجه المنتخب اليمني للناشئين في نهائيات كأس آسيا للناشئين التي ستقام في تايلاند. لكن قبل البدء أتمنى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلك آخر الأخبار الرياضية. أولا سنبدأ بالمنتخب الذي سيواجه المنتخب اليمني في أولى مبارياته، وهو المنتخب الماليزي. استعد منتخب ماليزيا بشكل قوي جدا، حيث أجرى معسكرا في قطر لكي يتعرف على طبيعة اللعب العربي، ولكي يتعرف ويتعود على طبيعة منافسات اللاعب العربية. وأجرى منتخب ماليزيا 4 مباريات ودية ضد أندية قطرية، حيث أجرى المباراة الأولى مع نادي العربية وفاز فيها المنتخب الماليزي بنتيجة 1-0، وكذلك فازوا على نادي المرخية بنتيجة 7-0. وفاز منتخب ماليزيا على نادي القرافة القطري بنتيجة 4-1. وخسروا مباراة أمام أكاديمية إسباير بنتيجة 1-0. والآن سنشاهد بعضا من أهداف المنتخب الماليزي. ثانيا منتخب لاوس، والذي يواجهه المنتخب اليمني في الجولة الثانية من نهائيات كأس آسيا للناشئين. وكذلك استعد منتخب لاوس لنهائيات كأس آسيا، حيث أجرى معسكرا في قطر وخاض مباراة ودية وحيدة، وذلك من أمام المنتخب الفيتنامي، وتعادل في تلك المباراة بنتيجة 0-0. والآن دعونا نشاهد بعض أهداف منتخب لاوس. ثالثا المنتخب التايلاندي مستضيف البطولة وصاحب الأرض والجمهور، والذي سيواجه المنتخب اليمني في ختام مبارياته من دور المجموعات. استعد منتخب تايلاند للنهائيات، حيث يجري معسكرا داخليا بحكم أن البطولة ستكون في تايلاند، وأجرى مباراة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية وخسرها بنتيجة 3-0. والآن دعونا نشاهد بعضا من أهداف المنتخب التايلاندي.
وبهذا يكون المنتخب اليمني أكثر منتخب أجرى مباريات ودية، سواء كانت مباريات ودية داخلية أم مباريات ودية خارجية. إلى هنا ونكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى إذا أعجبك الفيديو الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس لتصلك آخر الأخبار الرياضية.